الحكاية بدأت في بداية التسعينات لما الإرهاب زاد جدا في مصر، وكانت الداخلية مش قادرة توصل للجماعات دي لأنهم كانوا بيستخبوا في مناطق بعيدة جدا في الصعيد. فبدأت الداخلية تفكر في إنها ليه ما تستعينش بالعائلات الكبيرة اللي موجودة في الصعيد، وده بما إنهم يعني أدرى الناس بالبلد والأرض. في فترة قصيرة نفذت الحكومة فكرتها واختارت عيلة الحنفي اللي موجودين في قرية النخيلة في الصعيد. وأسطورة عزت حنفي بدأت لما الداخلية بعتت له 50 دبابة ومدرعة، ويجي كده حوالي 3000 جندي قوات خاصة، وحصرت المكان كله 7 أيام قبل اقتحام الجزيرة. وكل ده علشان تقبض على أسطورة الصعيد وإمبراطور النخيلة عزت حنفي. وخليني أقولك إن عيلة الحنفي كانت من أكبر وأقوى العائلات في الصعيد، وكان كبيرها طبعا عزت حنفي. ومن الرغم من إنه مش أكبر إخواته، بس كان الأذكى والأقوى. وفي التسعينات بتروح وزارة الداخلية لعيلة الحنفي وتطلب منهم انها تساعدهم في مكافحة الارهاب اللي زاد جدا في الصعيد، خصوصا ان الداخلية وقتها ما كانتش قادرة تحل الموضوع ده وكان صعب عليهم جدا. وفعلا ساعد عزت حنفي الداخلية، وده بعد ما ادوه كل السلاح اللي كان محتاجه عشان يحارب العناصر الارهابية. وده اللي خلى اخوه الكبير وابنه يقولوا ان عزت كان على علاقة كويسة جدا بمسؤولين كبار في الداخلية، وكان بيروح لهم مكاتبهم كمان ويشرب معاهم شاي وقهوة واحيانا نسكافيه. وفضل الحال على كده سنين، وده طبعا خلى عزت حنفي يكبر ويقوى اكتر من الاول. وده اللي خلاه هو واخوه حمدان يحطوا ايديهم على 280 فدان ويزرعوا فيهم افيون ويوزعوهم على الجزيرة كلها. وطبعا القصة دي نفاها اهله تماما، بس في نفس الوقت قالوا ان زراعة الافيون كانت حاجة طبيعية جدا في الجزيرة وقتها. وتيجي بقى بداية النهاية في اوائل الالفينات، يعني تقريبا قبل ما انا ما اتولد اصلا، وهي عبارة عن مشكلة بتحصل بين عيلة الحنفي وبين عيلة تانية اسمها عيلة سباج. وتبدأ المشاكل تكبر وتدخل العيلتين في دايرة الطار اللي ما بتخلصش، واللي راح فيها اخو عزت حنفي الصغير. فكان طبيعي انه يملى بيته بالسلاح عشان يحمي نفسه ويحمي رجالته وقت اللزوم، وده اللي قاله ابنه بعد كده. وخصوصا ان المشاكل ما كانتش مع عيلة سباك بس، ومش بس كده، ده كمان بنى ابراج عالية وحفر انفاق تحت الارض، وبقى فعلا يتقال عليه امبراطور الصعيد. وما كانش مسموح للصحافة والاعلام انهم يقربوا ناحية الجزيرة نهائي. وكان في اللي يقولوا لانه كان مسنود، واللي يقولوا لانه هدد الصحفيين، بس المهم انه فعلا محدش كان قادر يجيب سيرته خالص. ففي الاخر قررت الداخلية تقضي على عزت حنفي اللي كان حس ان خلاص مفيش حاجة تقدر تقف قصاده. ويجي شهر مارس سنة 2004، يعني بعد ما اتولدت انا يجي بسنتين كده، وساعتها بتحصل ملحمة على الجزيرة، مش دبابات ومدرعات وزوارق بتحاصر الجزيرة من ناحية النيل، ده غير طبعا ضرب النار اللي ما بيخلصش. وكل ده علشان يقبضوا على عزت حنفي ورجالته. فاضطر عمك عزت انه ياخد رهاين يساوم عليهم، لكن برضو الخطة دي ما بتنجحش. وبعد ما هرب مراته وولاده وحس ان خلاص الحكاية بدأت توصل للنهاية، خد 5 حبايات سم عشان ينتحر، اكرم له من انه يموت برصاص الداخلية. وده برضو اللي حكاه ابنه بعد كده، لكن الشرطة خدته على المستشفى واسعفته وقبضت كمان على اهله كلهم، ومنهم اخوه حمدان اللي كان شريكه في القصة من اولها، ونسفت بيت عزت حنفي تماما. وبعدها خدت الحكومة جزء من الارض دي ووزعته على الناس كلها. وخد عندك بقى تهم بالهبل، وتتلخص في فرض سيطرة ومقاومة للسلطات وتجارة وحيازة سلاح وتكوين سطو مسلح وتجارة في المخدرات. فشوية التهم اللي فاتت دي أدت إن عزت حنفي وأخوه اتحكم عليهم بالإعدام، وده كان سنة 2009، يعني بعد ما اتولدت أنا يجي ب7 سنين. والغريب إن لما اتسأل أهالي الجزيرة عن عزت حنفي قالوا إنه راجل محترم بيساعد الفقراء وإنهم ما شافوش منه حاجة وحشة. المهم إن بعد ما اتقال إن الحكم فعلا اتنفذ في سجن برج العرب في اسكندرية، ظهر اخوه الكبير بمفاجأة وكأن عزت حنفي حالف يفضل لغز في حياته وفي مماته. وده لان اخوه قال ان عزت لسه عايش وان حكم الاعدام ما اتنفذش، وقال كمان انه وقتها كان في المعتقل وما استلمش الجثتين، لكن ابنه هو اللي راح يستلمهم وقال ان الجثة دي مش جثة عمه
وعزت، وبعد الدفنة فضلت حراسة على قبره 15 يوم. لكن يفضل كل ده كلام مفيش دليل عليه، ويتعمل بقى بعدها فيلم الجزيرة ومسلسل حدائق الشيطان علشان يحكوا قصة حياة عزت حنفي. لكن أهله بيأكدوا إن كل الأحداث اللي اتعرضت دي مش حقيقية. يمكن الحاجة الوحيدة اللي تكون حقيقية هي مشهد اقتحام بيت عزت حنفي، ويمكن الحقيقة كمان كانت أكتر من اللي اتعرض. وبين الحقيقة والخيال اللي بيتقال يفضل عزت حنفي بالإمبراطورية اللي عملها في الصعيد من حوالي 20 سنة لغز بالنسبة لناس كتير ما تحلش منه غير جزء بسيط جدا. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص.